السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اللي غادي نحضروا فيه محبوبة الجماهير واللي هي المريقة ديال الدجاج بالبطاطا والزيتون. وضفنا ليها هنايا حتى الجزر اللي كيبقى اختياري اعزائي المشاهدين. اذا ما نطولش عليكم بزاف ويلا هو باش نتعرفوا على الخطوات اللي كيعرفوها يعني اغلب السيدات المغربيات، ولكن بطريقتي البسيطة والمتواضعة. اذا بالنسبه للمريقه ديالنا ديال الدجاج، هنايا وضعنا الدجاج على حسب افراد العائله باش انه يتقلى مع شويه ديال البصله، فقط هي شويه نتاع البصله. من بعد غادي نوضعوا باقي الكميه، شويه ديال الزيت، اللي بغى يستعمل البلديه يستعملها، اللي بغى يستعمل الروميه يستعملها، وايضا واحد الرشيشه ديال الملحه. يعني هنايا انا درت شويه الملحه شويه الزيت مع البصيله قليله فقط، غير من اجل يعني باش نشحروا بها الدجاج. والدجاج ديالنا نخليوه تيتقلى مزيان، من بعد عاد نضيفوا باقي الكميه نتاع البصل. ممكن نضيفوا واحد جوج فصوص ديال الثوم باش يتقلاو لينا مع الدجاج ديالنا. هنا من بعد ما الدجاج ما تقلى لينا تقريبا لواحد المده ديال ربع ساعه 15 دقيقه، دابا غادي نزيد باقي البصل اللي خليت وغادي ندير العطريه. بالنسبه للعطريه اللي غادي نستعملو في المريقه ديالنا، فبطبيعه الحال يعني غنستعملوا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره. وبالنسبه للخرقوم يعني الملون ديالنا غنستعملوا يا اما الملون يا اما واحد الضويمه ديال الزعفران. اذا بهذه الطريقه هذه من بعد ما ضفنا العطريه ديالتنا غادي نزيدوا واحد الكاس صغير ديال الماء غير فين تقلى لينا المرقه، ومن بعد غادي نضيفوا هنايا الجزر. يعني عرفتوا خيزو كياخذ لينا الوقت بزاف في الطياب اكثر من البطاطا باقي ما غاديش نضيفوها حتى نزيدوا واحد ربع ساعه فين تتقلى لينا يعني الجزر مع العطريه اللي عطرنا والبصيله اللي زدنا. يعني في المجموع كتكون عندنا واحد نصف ساعه وبلا ما نغطيو يعني الطنجره ديالنا دابا حتى نرميو بطاطا، ومنين نرميو بطاطا عاد نديرو الربيع. يعني السر ديال هاد المريقه باش انها تجي خاتره هو يعني نرخيو يدينا شويه في العطريه ونخليو الدجاج والبصيله ديالنا يتقلاو مزيان. منين كيتقلاو مزيان المريقه كتجي خاتره وبنينه. هنا من بعد ما تقلات لينا المريقه يعني ديالنا مزيان، يمكن لينا دابا نضيفو بطاطا وعاد نرويو. بالنسبه للترويه نتاعنا يعني بلا ما تكون المرقه مغطيه الخضره، فقط غير شويه وشوفوا معايا هنا في الفيديو كيفاش. هنا درت تقريبا واحد جوج الكيسان صغار، جوج ديال الكيسان صغار الماء، وغادي نضيفو الربيع. هنا الربيع عندي انا مجمد ها هو وضعته، وغادي نعصرو شويه ديال الحامض ونضيفو الزيتون. بالنسبه اللي دار المصير يعني يقدر انه ما يعصرش الحامض، غير هو انا تعجبني يعني نعصر الحامض مع المريقه ديال الدجاج تتجي بنينه وتتجي زوينه اكثر. هنايا وضعنا الزيتون، من بعد غادي نسدو على هاد المريقه ديالنا فقط واحد شويه حينتاش الدجاج طاب معنا باش طيب بطاطا. اذا من بعد ما كتفوت 15 دقيقه تقريبا وحنايا قافلين على الطنجره ديالنا، دابا نفتحوها باش نشوفوا المريقه ديالنا كيفاش عامله. ها هي تبارك الله، يعني عاطيه اللون وحتى الختوريه كما كتشوفوا معايا، عاطيه اللون المريقه والختوريه. ونقدموها يعني في الصحن ديال التقديم وبالصحه والراحه. يعني بطاطا ها هي كي كتشوفوا باقا صاينه مزيانه، يعني ما تطحنات ما والو، باقا صاينه. بالنسبه للدجاج
ها هو حتى هو مزيان يعني طايب، وحتى المريقه خاطره تبارك الله وعاطيه اللون. اذا مشاهدينا بصحه والراحه، وكنتمنى ان الطبق يكون نال اعجابكم.